الناس اللي يشوفونا. نعم. لو أنا قاعدة أعصب أو أرفع صوتي، يا ناس ترى أنا ساكتة أشهر بأيام ولياليها. يمكن أنا في هالأيام والله العظيم أول مرة أقولها، يمكنني عشت على المهدئات. على مسؤوليتك الشخصية يمكن أن تقولي السر. أوكي. لا لازم بس بشكل مقتضب اعملي معروف. ما يصير. ما يصير أنا ساكتة كل هالأشهر جاية أتكلم في برنامجك يا طوني. تفضل. أوكي. تفضل. المرأة جتني مع زوجها في الليل الساعة 2 في الليل، قالوا لي احنا في فنان سعودي مطرشنا عليك. طبعا الفنان الكبير طول لي عمره ان شاء الله، وجه له تحية، خالد عبد الرحمن، شفناه في مرة وقال ما حد راح يساعدكم في الامارات الا شمس، لان عندها مكتب تنظيم حفلات وتطلع حفلات اعراس ممكن تطلعكم، فاحنا جايين داخلين على الله ثم عليك تساعدينا. واحدة هي وزوجها. اوكي؟ وجايبين معاهم طفل عمره يمكن 7 سنين أو 8 سنين. قهرني حال الطفل آخر الليل. وساعدينا. طب قلت شو اللي عندكم؟ دام أنت فنانة في بلدك شو اللي حاصل؟ قالت أنا علي قضية مرفوعة من أهلي على زوجي ضدي، ليش أنا أغني؟ رفعوا أهلي علي قضية وقالوا إنه فأنا عشان كذي هربت من السعودية أنا وزوجي وولدي، وما عندنا إلا الله وأنت تساعدينا في الإمارات. احنا سمعنا عنك انك انت تساعدين الناس وكذي من السعوديه. وجينا احنا تساعدينا. انا انقهرت، موقف انساني. قلت ابد من عيوني وما ادري ايش ومن هالكلام اللي الله قاس ما اعطيته لهم. قلت طيب يا اختي شو تغنين؟ انا مو سامعه صوتك، سمعيني علشان لما اكلم الناس اقول مثلا في فنانه وكذي اكون واثقه من صوتك. سمعتني صوتها ولا شيء. قلت لها ما ينفع، انت صوتك كثير يبي له تمرين. كانت لسه مش متعاقده مع روتانا او متعاقده وما نفذوا لها الالبوم. اوكي، صوتك لسه يبي له تمرين، اطلعي معاي كورال علشان انت يتمرن صوتك. قالت ما عندي اي مشكله. اول كم من شهر كانت تطلع كورال. بعدها بلشت شوي نوعا ما تتحسن، صرت اعتذر للناس، وهذه لعقود الحفلات اللي ساره طلعتهم أنا لها. رح نبقى ناخذهم على الكاميرا. أوكي. هاي عقود الحفلات بأسماء العوائل بأرقام تليفوناتهم، الناس اللي عملنا لهم الحفلات اللي أنا كنت في الحفلة. كنت أعتذر للناس وأقول لهم بليز أنا متأخرة عليكم شوي، في واحدة حبوبة وطيبة خلوها تطلع قدامي تفتتح البروجرام لين أنا أوصل. وأنا ما كان عندي شيء، بس كنت أبي أعرفها على الناس. استأثرت بحالتها، قلت مسكينة هي وزوجها ممثل علي دور الدين أكثر مما تتخيل. أوكي؟ ولو تقولين كلمة النور 1000 مرة شنو يجيلك في المنام، وهاي الآية الفلانية شنو تشوفين، واللحية لين هني. قلت خلاص أنا هذيلا ملائكة حاطين ريش ونازلين من السماء، خليني أساعدهم جد والله، يعني استعطفت حالتهم. نعم. هذه العقود. هذه الفنانة سارة والفرقة الموسيقية مع أجهزة الصوت وإلى آخره. المبلغ واسم العائلة وأرقام التليفون. أوكي. العقد الثاني نفس الشيء بنفس الطريقة. بس بليز إنه رقم التليفون ما تاخذونه، خذوا اسم العائلة ما عندي مشكلة واتصلوا فيهم. طلعتها، صرت أطلع لها حفلات. بهالفترة صار فيه هناك اختفاء لشيء اسمه زوجي. هم شنو سووا؟ خذوا بيت انه مش جنب بيتي، لا ابعد، على اساس يكونون قريبين مني. اوكي؟ محمد كان مش موجود. ادور يعني انه كثير صار يتغيب. وين انت؟ انا حرام مع زوج ساره، مع زوج 6 اشهر مع زوج ساره، اشوفها ساعه واحده باليوم. وين انت مع زوج ساره؟ شو السالفه؟ مره من المرات كانوا هم يترددون هي وزوجها، يجون ممثلين دور. والبيبي انا على فكره استعطفت على الصغير، عمره 7 سنين، طفل صغير وذكي جدا، فما ممكن كنت اصدق ان في نوايا خبيثه وراء هالموضوع، لانه طفل. والزوج ممثل دور الإيمان، لأنهم دخلوا لي من مفتاح ناس معطينا لهم إنه لو حبيت تدخلون للشمس تدخلون لها من مدخل من مفتاح الإيمان. نعم. أوكي، لأن أنا أحترم الشخص المؤمن أيا كان دينه. وكانوا يمثلون علي وأنا أساعدهم وأقول حرام. في يوم من الأيام الساعة 4 الصبح تطق علي الجرس، شغالتهم
اندونيسية عمرها 60 سنة حرمة، كلها دم. 4 الصبح. شنو فيك؟ قالت لي المدام والبابا كنت أصلي قيام الليل وينادون علي، مش قادرة أجاوبهم لأني قاعد أصلي، جوني وأنا قاعد أصلي مغرقينها دم يطوني الخدامة. وأنا مدام بليز ما أعرف حد في الإمارات إلا بيت مال أنتي، تأخذيني الشرطة. كيف؟ كل هذا كان تمثيل علي؟ هذا على مسؤوليتي، وهذا بكل حقيقة. ولو أي حد فيهم عنده شيء خليه يجي يواجهني، أوكي؟ خليهم أتمنى يواجهوني. أنا انصدمت من هالموقف إن انضحك علي وإن كذبوا علي واستغلوا طيبتي، إن أنا ما عليك مني أنا سليطة اللسان ولا عصبية ولا شيء، بس عندي قلب مش موجود في الدنيا كلها. أوكي؟ خدتها من هني، اتصلت عليهم على سارة وطليقها وعلى طليقي. أوكي؟ قلت لهم تعالوا عند البيت أنا بيكم، سويت لكم عشاء الساعة 4:30 أو 5 لا استغفر الله 6 الصبح، تعالوا أنا مسويت لكم أكل، تعالوا أبيكم. كانوا سهرانين ما أدري إيش مش عارفة. جوني قلت لهم الحقيقة 1 2 3 وأنا عرفت عن كل شيء. زوجي قال لي أنا مالي ذنب وأنا ما عندي أي علم، وإن كانهم هم ناس كذي أنا بتبرأ عنهم، أنا ممثلي لي بعد هم دور الإيمان والشرف وكذي وكذي، وأنا بري من هالموضوع. لما كشفتهم قامت هذه الإنسانة اللي كانت قدامي ملاك، والله إني فاكرة شكلها ورب الكعبة، تحولت وحدة ما أشوفها إلا في الأفلام. شفتوا لما تكون الوحدة من هذيل اللي يكون بالمرة الشيب، يعني لما تكون وحدة بهالاسلوب، هذه حياتها على علم بزوجها، يعرف عن حياتها والناس تعرف وما يهمها شيء، طلعت على اسلوبها والوجه الحقيقي لها. قالت لي انت مين وانت ما ادري شنو وانت شايفه نفسك تصلين وما تصلين وغاشتنا بهالصلاه، خلي صلاتك تنفعك واحنا كذا واحنا كذا. قالت لي كل شيء، واحنا مثلنا عليك علشان ناخذ زوجك، لان احنا عارفين ان زوجك هو اللي رافع منك فنيا، انت ما تسوين شيء. جزاكم الله خير. انا ما اقدر، قلت لها ما اقدر الاسن، لان ما امتلك هاي الموهبه ولا اقدر انزل نفسي لهالمستوى. دخلت مستشفى تقريبا شهر. نعم. صدمه. اوكي. تركت الموضوع، سلمت امري لله. صار في شرخ في العلاقه بيني وبين زوجي بسبب هالموضوع. بعدها طبعا بفتره انفصلت، وهذه الناس لاول مره الحقيقه اقولها ما حد يعرف، لان انا ما ابي اسيء لانسان كنت في اليوم من الايام زوجته او كان زوجي، لانه هو ما اساء لي حرام، بس هو انضحك عليه من هالشخصين. يعني هيدا بنقدر نفهمه انه هو سبب خلافك مع ساره؟ لا، سبب خلافي كيف يغشوني؟ سبب خلافك مع ساره؟ مش زوجي. ايه، انه هيدا هو سبب الخلاف. سلمت الامر لله، مع السلامه. كاسات شو اللي حديك؟ خلينا نخلصهم فرد مره. اوكي. بلشت توصلني عليهم اشياء من الناس. نعم. اوكي، بس يثبتوا لي ان انا كنت مخدوعه لما فتحت بيتي وساعدتهم. اوكي. ايش مكتوب هني؟ وين الكاميرا؟ انا بعد ابي اقول عطني كلوز بس بطريقه راقيه، ما اقول بطريقتها لان انا ارقى. وين الكاميرا؟ اوكي. شو فيها الكاسات؟ عشان بس اوري الناس. مين ساره اللي طلعت قالت انا عندي سر على شمس لو قلتها بتنتهي؟ ومين هي شمس؟ وللاسف للاسف للاسف شغله تحرق لي دمي ورحمه كل اللي ماتوا لي، ان هذه الانسانه طالعه تمثل اغلى بلد على قلبي وعلى على قلب كل العرب، طالعه تمثل السعوديه. تخسي هذه تمثل السعوديه، هذه ما تسوى تمثل السعوديه. انسانه تاريخ اسود، منتميه للفن وللوسط الفني لاجل غايات معينه، وتي تتهم انسانه مثلي انا. رفض كل حد يواجهني في لمن يجرؤ فقط. تشهد على هالشغله طوني ولا لا؟ جد صح؟ في حد شباب